بيقلبها وبيجيب السكينة ويقطع فيها كده بايه عشان تتشرب من السيرب بتاعنا. تمام كده. اهم حاجة وانتي بتعملي زي ما قلت لك اعملي فتحات عشان تتشرب. خلاص. وتسيبيها بقى تهدى شويه، وبعد كده هنجيب طبق التقديم نقدمها فيه. وكمان لو عايزه تضيفي بقى سكر بودره، رش عليها كده رشه خفيفه بالسكر البودره. بس انا عندي هنا قالوا لا مش عايزين سكر بودره، احنا عايزينها كده ما ترشيش عليها السكر. فده حسب حريتك. تديها برضو رشه قرفه كده مع السكر برضو بتبقى جميله جدا. حاجه سهله وخفيفه، وما خدتش وقت خالص والله العظيم، ومش مكلفة ما شاء الله. بصوا بقى بحق افطرة واحدة عملنا كام؟ عملنا 5 فطاير. تخيلوا ما شاء الله 5 فطاير، بسم الله ما شاء الله. الفطيرة كبيرة على فكرة. يعني لما جيت اكل الفطيرة بتاعتي ما قدرتش اكملها، يعني كلتها على مراحل. خدتوا بالكم كده؟ بسم الله ما شاء الله، يعني شايفين الكاميرا كمان ظلماها والله العظيم.